ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ انا في الفيديو ده جاي اقول لكم ازاي تصور او تتصور في البيت صورة صحيحة مقبولة للهجرة العشوائية لامريكا. في كلام كتير قوي اتقال، كلام مغلوط، وكثرت الاقاويل في موضوع الصورة ما ينفعش يتعمل فيها تعديل، ولو اتعمل فيها تعديل ممكن ما تكونش مقبولة. وناس ياما قوي اتكلمت في النقطة دي ان الصورة لو اتعمل فيها اي نوع من انواع التعديل سواء على الفوتوشوب او اي نوع برنامج خاص بتعديل الصور، الصوره بتكون غير مقبوله. فدلوقتي بقى انا هقول لكم فكره كويسه خالص ازاي تتصور في البيت. فاول حاجه هتوفر عن نفسك الوقت طبعا والفلوس ان انت تروح تصور في استوديو، وفي نفس الوقت انت هتبقى ضامن ان انت اللي عامل الصوره فما فيش فيها اي نوع من انواع التعديل. فدلوقتي كل اللي انت هتحتاجه موبايل بس تكون كاميرته كويسه، تمام، وهتحتاج اضاءه كويسه. وهقول لك انا على الاوضاع الصحيحه ازاي تتصور في البيت. انا دلوقتي هوريك مثال وهقول لك ازاي انت لو حبيت انت تصور او حبيت انت تتصور الطريقه الصحيحه ازاي. اول حاجه بص كده، هتقعد الشخص اللي هيتصور زي ما هو كده وهتخليه يفرد ظهره ويكون في الظهر خلفيه بيضة، تمام. لو عندك مفيش حيطه بيضة او ما قدرتش توفر لون ابيض، ممكن تجيب ملايه بس تكويها كويس، او ممكن تجيب فرخ ابيض من المكتبه. المهم اتصرف، يعني ارتجل، حاول تخلي الخلفيه بيضة، تمام. واحنا فتحنا الشباك زي ما انتم شايفين، دخل لنا الشمس مع اضاءه المكان، هتلاقي الاضاءه كويسه وزي الفل. فكل اللي انت هتعمله هتصور بالعرض كده، هتبقى بعيد عن الشخص حوالي متر، تمام، وتكون قصاد عينه بالظبط كده او قصاد راسه بالظبط. مش مهم الحاجات، لو في حاجات تانية باينه كده كده الصوره هتعمل لها اقتصاص. وتطلب من الشخص ان هو يبص في العدسه، بص في العدسه كده يا ادم، وتصوروا صوره كده. خليك بقى معايا في الفيديو وانا هقول لك ازاي تعدل الصوره دي من الموقع الرسمي الخاص بالحكومه الامريكيه والصوره تكون مقبوله بدون اي نوع من انواع التعديل. طيب يا جماعه، دي كده الصوره، تمام. دي كده الصورة اللي احنا صورناها، احنا ما عملناش فيها اي تعديل، لا دخلناها على فوتوشوب ولا عملنا فيها اي حاجة، ماشي. كل اللي هنعمله احنا هنفتح الموقع الخاص بالحكومة الامريكية، والموقع بيوفر لنا الاداة دي مهمتها ان هي تعمل لك اقتصاص او كروب للصورة بدون ما تدخلها انت على اي برنامج تعديل زي الفوتوشوب. فدلوقتي كل اللي هنعمله هنفتح الاداة دي كده. ده الموقع هو الرسمي تبع الحكومة الأمريكية، ودي الأداة تبع الموقع تبع الحكومة الأمريكية هي اللي موفراها. هيفتح لك الصفحة دي، هنا بيديك طبعا نماذج، بيقول لك ازاي تتصور والمفروض الصورة تبقى عاملة ازاي، تبقى لابس ايه ومش لابس ايه. احنا شرحنا الكلام ده في فيديو قبل كده، وانا قلت قبل كده الموضوع يحتاج منك دقيقتين تعرف بس المفروض تتصور بأنهي طريقة. يعني أنا شرحت لك سريعا كده ووريتك في الفيديو إزاي تتصور، بس هنا بيشرح لك بتفاصيل أكتر. يعني هنا بيقول لك الباك جراوند المفروض يبقى شكلها عامل إزاي، هنا لو هتصور أطفال المفروض تبقى الوضعية عاملة إزاي. طبعا هنا بيقول لك النضارات ممنوعة، ما ينفعش تبقى لابس نضارة إلى آخره بقى، تمام. إحنا هنفتح الأداة دي كده. هنا بيفتح لك صفحة بيقول لك اختار الصورة اللي انت عايز تعمل لها اقتصاص، تمام. يعني تجهزها تبقى جاهزة للملف. يعني انت قبل ما تقدم اعمل الخطوة اللي انا بعملها دي في الصورة. هتعمل هنا تشوز فوتو، هتجيب بقى الصورة اللي احنا صورناها تفتحها كده. هو كده عمل لك اقتصاص اوتوماتيك. خلينا احنا نطمن اكتر ونعملها مانوال، يدوي، يعني احنا نعملها بنفسينا. هنسحب العين دي نحطها على العين كده، ونسحب العين التانية على العين التانية. بعد كده نعمل accept proceed أو proceed. هنا كده هو خلاص كده مجهز لك الصورة بتاعتك وجاهزة للرفع، وإن شاء الله كده الصورة دي تكون مقبولة. طيب أنت عايز تطمن أكتر وتعرف إن الصورة دي فعلا مقبولة، إحنا هنحمل الصورة كده كده، أنت هتحملها. وبعد كده هنفتح الموقع ده. الموقع ده طبعا في ناس بتقول عليه ان هو رسمي وتبع الحكومة الأمريكية، بس هو مش رسمي، هم كاتبين الكلام ده تحت اهو وبيخلوا مسؤوليته. لكن هو بيوفر لك الخدمة دي اللي انت تعمل فحص للصورة بتاعتك تتأكد إذا كانت سليمة ولا لا. احنا هنفحصها.
لا اسف، يعني مش هي دي اهي. هنا بيقولك ان الصورة بتاعتك متوافقة مع المواصفات اللي هم عايزينها. تمام، كل حاجة تمام. عايز تتأكد اكتر في موقع تاني اهو. طبعا هنا برضو بيقولك ان الصورة تمام، ماشي 600 في 600 واقل من 240 كيلو بايت. وطبعا الصيغة هي جي بي جي، والتفاصيل دي كلها اللي هم محتاجينها في الموقع. طيب انا عملت الفيديو ده مخصوص عشان انا لقيت في الفترة الاخيرة لقيت ناس كتير بتتكلم في موضوع الصورة، ودخل اقاويل كتير قوي في الموضوع ده. وناس قالت ان الصورة ما ينفعش يتعمل لها اي نوع من انواع التعديل، حتى لو هتعمل اقتصاص يدوي من خلال برنامج فوتوشوب او غيره، برضو ده ممنوع. او هتغير الخلفية تخليها خلفية بيضة. وانا في الفيديو اللي فات قلت ان انت ممكن تغير الخلفية، ممكن تخليها خلفية بيضة عن طريق أي برنامج، وممكن تعلي الإضاءة وتوطيها. طبعا في ناس قالت لي لأ الكلام ده غلط، وناس تانية بتقول عادي انت ممكن تغير الخلفية الباك جراوند، وممكن تعمل اقتصاص. ففي ناس بتقول كده وناس بتقول كده، وفي ناس كتير قوي مع الرأي ده اللي هو ان انت ممكن تعمل تغير الخلفية تخليها خلفية بيضة. تمام، وتعمل اقتصاص ليها بس مش اكتر. طبعا التعديل اللي مرفوض تماما وكله اجمع عليه اللي هو زي مثلا تعمل تعديل في الشعر، او تعديل في شكل الوش مثلا في حبوب، او في جرح مثلا عايز تداريه. اي نوع من انواع التعديل في شكل البني ادم اللي بتصور ده مرفوض من اي، يعني اي جانب هيقول لك ده مرفوض. كله متفق على هذه النقطة. لكن الاختلاف في الباك جراوند، لان في استوديوهات بتصور الباك جراوند بيبقى كروما، فبيدخلها على الفوتوشوب عشان يضيف الخلفية البيضاء. وفي ناس تانية بتعمل اقتصاص يدوي من بره غير الاقتصاص الخاص بالأداة اللي موجودة على الموقع. لكن خلاف ذلك في ناس تانية بتقول لا ما تعملش فيها أي نوع من أنواع التعديل. فإحنا عشان خاطر نبقى يعني نبقى في الأمان. وبعدين برضو أنت دلوقتي بتوفر وقت وبتوفر مجهود، بدل ما تروح الاستوديو وتتصور هناك أنت ممكن تتصور في البيت. كل اللي هتحتاجه تليفون كاميرته تكون كويسة، توفر إضاءة كويسة. الشخص اللي يبقى قاعد قلنا يبقى فارد ظهره، ما ياخدش اي رياكشن، ما يضحكش، ما يوطيش راسه، يبقى راسه مرفوعة زي ما انا صورت في الفيديو بالظبط. تعمل زي ما انا عملت في الفيديو بالظبط. تمام، اهم حاجة الاضاءة وتكون كاميرا كويسة. وبعد كده زي ما وريتك في الفيديو تدخله على الأداة، آسف تدخل الصورة على الأداة الخاصة بالموقع للحكومة، الحكومة الأمريكية، وتعمل اقتصاص. والموضوع يكون خالص بدون أي نوع من أنواع التعديل. تبقى أنت كده ريحت دماغك وفي الأمان. ولو أنت وصلت معايا لنهاية الفيديو واستفدت منه، ما تنسانيش بقى تعمل لي لايك وسيب لي كومنت تحت قول لي فيه رأيك، واشترك في القناة لو مشتركتش. سلام.